روت مكان بيقدم كورسات في السوفت وير، اكيد في 10 او 20 كومبيتيتور في نفس الاندستري دي او بيقدموا نفس الكورسات. انا كطالب هاخد كورس جديد، ليه هاجي روت ما اروحش مكان من الاماكن دي؟ بص، احنا لما جينا ابتدينا روت الحقيقه كان في شويه مسلمات في المجال بتاع الاديوكيشن بشكل عام. احنا يعني عملنا لها فاليديشن، يعني ما مشيناش عليها بالنص. يعني مثلا كان في الوقت دوت الناس بتهتم بالسيرتيفيكتس جدا، احنا ما شغلناش بالنا خالص بالسيرتيفيكتس، وكان اهم حاجه بالنسبه لنا الكونتنت. طيب بمناسبه التشتت، انا دلوقتي داخل اتعلم في الكليه او هبدا الكارير، قدامي تراكس كتير وتكنولوجيز كتير وفريم وركس، يعني اتعلم موبايل ولا اتعلم ويب ولا اتعلم اي اي ولا تيستنج. فهو فعلا الموضوع في البدايه بيكون صعب، فالناس تختار بيزد على ايه؟ بص، خلينا الاول نتفق على حاجه، ان انت اي كارير من دول انت هتتعلمه وهتتقنه بشكل كويس هتلاقي فيه فرص كويسه جدا فيه. فالشاطر هو اللي بيركز ازاي يتفوق او يتميز اكتر في المجال ده، اكتر ما بيركز ويضيع وقت في ان هو يقارن ما بين المجالات دي. وحتى بواقع شغلنا في روت، انا ما شفتش حد بيستمر وبيكمل وبيقع وبيقوم مهما كانت قدراته او امكانياته او ظروفه، الا لما في الاخر بيوصل اللي هو عايزه. فانت خلاص ابتديت الطريق، كمل كمل. طب انا بقدم وما بتقبلش، كمل. طب انا عندي مشكله في السي في، سيرش وتعلم وكمل. طب انا لسه عندي حاجات ناقصه، اتعلمها وكمل. طول ما انت مكمل هتعرف توصل في الاخر اللي انت محتاجه. اهلا وسهلا بيكم في بودكاست الروت. في البودكاست ده هنبدا نستضيف باشمهندسين عندهم خبره كبيره في المجال، بحيث يفيدونا من خبرتهم في سوق العمل. اول باشمهندس معانا باشمهندس احمد بهنسي. اهلا وسهلا باشمهندس. ازيك يا مصطفى؟ اخبارك ايه؟ خير أهلاً الحمد بيك. لله، ايه الاخبار؟ كله تمام، انت عامل ايه؟ بخير الحمد لله. في الحمد البدايه لله. حابين تعرف حضرتك للناس، بحيث لو حد بيسمعنا ومش عارف حضرتك فممكن تعرفنا بنفسك. انا احمد بهنسي، سي اي او لروت اكاديمي، وسي تي او حاليا في نبته، وكو فاوندر في اليفيت. في البدايه عايزين تعرف اكتر روت، بحيث لو حد ما يعرفش روت هو عباره عن ايه، فممكن تعرفنا بروت. روت هو سوفت وير تريننج سنتر موجود في مصر، ليه 5 فروع، وموجود في السعوديه لسه بنعمل اهو سوفت اوبننج في الرياض. روت مينلي بيركز على الكورسات والدبلومات بتاع السوفت وير ديفلوبمنت، فبنحاول نكفر كل الفيلدز او كل المجالات بتاع السوفت وير، سواء بقى في الموبيل او في الويب او حتى في اليو اكس، بكل بقى التكنولوجيز المحاطه بكل فيلد من دول او اللي موجوده في كل فيلد من دول. طيب ممكن نعرف ازاي بدات روت، او امتى بداتها، وايه البروسيس اللي مشيت بيها لحد النهارده؟ بص، هي دي حكايه طويله شويه، بس يعني خلينا كده ندردش فيها مع بعض. انا الاول كنت في جامعه القاهره، كنت في حاسبات القاهره. الوقت ده كان في حاجه في كليه حاسبات اسمها الجمعيه المصريه لمهندسي البرمجيات. دي كانت المفروض تبقى نواه، ان هم بعد كده يبقوا نقابه مخصصه لمهندسين البرمجيات بس. فالجمعيه دي كانت بتعمل انشطه، من ضمن الانشطه ديت ان هي بتعمل ورك شوبس او بتعمل كورسز للطلبه بتاع حاسبات، ان هي تعلمهم مثلا ويب، او تعلمهم يعني تعلمهم التكنولوجيز اللي هم بيحتاجوا يشتغلوا فيها في السوق بعد كده. انا بفضل ربنا كان حظي حلو ان انا قدرت انضم للجمعيه ديت. الموضوع كان هي كانت جمعيه غير هادفه للربح، والموضوع كان بسيط قوي في الاول. وبدات اتعلم بدري خالص التكنولوجيز اللي موجوده في الويب. كان في الوقت دوت اعتقد كنا بنتعلم بي اتش بي وماي سيكوال بقى، و اتش تي ام ال طبعا، وسي اس اس وجافا سكريبت وهكذا. وبعد كده بدات ابقى اسيستنت للانستراكتور موجود في الجمعيه. فكان الانستراكتور دوت بيدرس في الجمعيه، كان الكورسز فور فري وكانت بسيطه قوي، وكنت انا اسيستنت ليه. من هنا ابتدى الموضوع. في الفتره بتاع الكليه برضو كنت بشتغل فريلانسنج. كان عندنا في الوقت دوت طلبه افارقه، فكانوا بيجيبوا لنا مشاريع من افريقيا وكنا بنعمل لهم الشغل ده. وده كانت بدايتي برضو في السوق في الوقت ده. واعتقد وانا في سنه ثالثه كليه تقريبا بدات اشتغل في شركه كنت شغال معاها بارت تايم بجانب الكليه. وانا في رابعه برضو كنت شغال في شركه تانية. وبالتوازي مع كل ده كنت بقى ايه يعني بساهم في الجمعيه، ان انا بدات بقى اشرح وبقى انستراكتور موجود في الجمعيه، وبدات اشرح ويب. ودي كانت بدايتي للشرح يعني. بعد ما خلصت الكليه اشتغلت برضو في اكتر من شركه از سوفت وير. وفي نفس الوقت بالتوازي مع دوت كنت بشرح، بس ما كنتش بشرح بقى في الجمعيه، كنا اتخرجنا بقى خلاص، فكنت ببدا اجر زي رومز كده من اماكن واشرح فيه. وبعد ما خلصت بقى كل ده بدات افكر، وكان قدامي قرار من الاثنين: يا اما اكمل في سوفت وير، ان انا اشتغل بقى سوفت وير انجينير في اي شركه واكمل في الطريق بتاعي، او ان انا افتح يعني ماي اون اكاديمي وابدا بقى ايه اعمل حاجه زي روت زي اللي احنا عملناها دلوقتي. فاخترت الطريق الثاني، وبفضل الله يعني الحمد لله احنا موجودين دلوقتي أهو. طيب لو رجع بيك الزمن هتاخد نفس القرار ولا؟ لو رجع بيا الزمن اخد نفس القرار طبعا يعني. أي. طيب دلوقتي روت مكان بيقدم كورسات في السوفت وير، اكيد في 10 او 20 كومبيتيتور في نفس الاندستري دي او بيقدموا نفس الكورسات. انا كطالب
هاخد كورس جديد، ليه هاجي روت ما اروحش مكان من الاماكن دي؟ بص، احنا لما جينا ابتدينا روت الحقيقه كان في شويه مسلمات في المجال بتاع الاديوكيشن بشكل عام. احنا يعني عملنا لها فاليديشن، يعني ما مشيناش عليها بالنص. يعني مثلا كان في الوقت دوت الناس بتهتم بالسيرتيفيكتس جدا، احنا ما شغلناش بالنا خالص بالسيرتيفيكتس، وكان اهم حاجه بالنسبه لنا الكونتنت. كان مثلا في الوقت ده الاماكن التانية بتركز على التولز. كان في الوقت ده بقى كان في دريم ويفر في الويب يعني، وتولز زيه زي في التكنولوجيا المختلفه. فاحنا برضو طلعنا بره القصه دي خالص. في الوقت ده مثلا كانت المراكز بالنسبه لها الكونتنت بتاع الكورسز ده حاجه سريه، وما ينفعش بقى حد ياخد الكونتنت، وما ينفعش حد يسجل في السيشن. احنا اصلا من اول يوم في روت قلنا لا، احنا هنريكورد كل الكونتنت ده، وهيبقى عندنا اكتر من انستراكتور في نفس الفيلد دوت، ويقدر الطالب يبقى ليه اكسس على كل المحاضرين دول. فانا عايز اقول لك ان احنا من الاول خالص ابتدينا الموضوع بشكل مختلف. السوق كان ماشي في حته، او شايف ان هو المفروض يعمل حاجه، واحنا لما جينا عملنا فاليديشن للمسلمات ديت لقيناها لا، مش شرط. فمشينا بطريقه تانية خالص. واعتقد بفضل ربنا ده اللي ميزنا شويه وخلانا موجودين دلوقتي في الماركت بتاع الاديوكيشن، يعني بالحجم اللي احنا فيه دلوقتي ده. غير كده برضو احنا اي انستراكتور بيكون موجود عندنا في روت يعني بيعدي على بروسيس طويله كده علشان في الاخر يبقى انستراكتور في روت. البروسيس دي اهمها ان هو يكون شخص فعلا عايز يفيد الناس، شخص فعلا الاتيتيود بتاعه هو حابب ان هو يفيد الناس، مش مجرد شخص جاي هو عنده كونتنت معين عايز يشرحه والسلام عليكم. وعشان كده هتلاقي كل الناس اللي موجوده في روت شبه بعض، هي فاميلي كده، كلهم شبه بعض جدا. وحتى علشان كده مثلا احنا بيبقى عندنا اكتر من انستراكتور في الكورس، والطالب بيبقى ليه اكسس على كل المحاضرين دول. هتلاقي الطلبه مش بتحس بفرق ما بين المحاضر ده والمحاضر ده والمحاضر ده، لان هم في الاخر كلهم شبه بعض، وكلهم في الاخر شغالين نفس الغرض يعني. كويس جدا، زي الفل. اعتقد انت عملته اللي هو في البيزنس بلو اوشن كده، ان احنا رحنا في حته لوحدنا وسيبنا الباقي في الريد اوشن. أيوة. فدي حاجه كبزنس كويسه جدا يعني. بالمناسبه على فكره، يعني الكتاب بتاع البلو اوشن استراتيجي ده من الكتب اللي فرقت معايا كتير جدا في روت. وانا عايز اقول لك، فاكر في مره كنت مسافر وكنت بقرا الكتاب ده، ويعني عايز اقول لك ايه، اتصلت بيهم هنا، خدنا اكشن مهم جدا فرق معانا كتير جدا في البيزنس بسبب الكتاب ده. فبما ان انت يعني جبت سيرته، فده من الكتب اللي انصح اي حد شغال في البيزنس ان هو يتعلمها، او سوري ان هو يقراها يعني. انا لو حد عايز يشتغل في روت واكون من ضمن الفاميلي دي، المفروض اعمل ايه؟ وايه الحاجات اللي انت بتبص عليها لو في حد قاعد معاك في انترفيو مثلا، او بتشوف السي في بتاعته، المفروض يعمل ايه؟ بص، روت فيها نوعين. فيها ناس شغاله جزء التكنيكال اللي هم الانستراكتورز اللي بيحطوا الكونتنت واللي بيديروا السيشنز وهكذا، والمنتورز دول بيبقوا زي يعني اشخاص بيتابعوا الطلبه على مدار الدبلوم. فالنص ده ليه علاقه بالتكنيكال، اوكي، ده هنتكلم فيه واقول لك لو حد عايز يشتغل معانا في جزء التكنيكال المفروض يعمل ايه. في جزء تاني خاص بالاوبريشنز، ده جزء تاني. فخلينا الاول نروح لجزء التكنيكال. انت عشان تشتغل معانا في جزء التكنيكال، احنا بقى لنا فتره كده ماشيين على كرايتيريا معينه، ان انت لازم تكون موجود معانا اصلا كطالب فروت علشان تقدم بعد كده كمنتور، وبعد كده تبقى انستراكتور. فلو انت عايز تشتغل معانا انستراكتور فروت، الاول خالص لازم تبقى طالب فروت. بعد ما بتبقى طالب فروت بيبدا المحاضر يعمل لك ريكومنديشن. يعني احنا بعد نهايه كل سايكل بنبدا نطلب من المحاضرين اللي عندنا ان هم يقولوا لنا مين الطلبه اللي كانت معاهم اللي ممكن بعد كده تكمل معانا از منتور. بيبداوا يعملوا لنا ريكومنديشن، بعد كده بنبدا نعمل لهم انترفيو بسيط. الانترفيو دوت يعني بنركز فيه اكتر شويه على البيرسوناليتي، لان هو في الاغلب ادام هو كان معانا هنا في روت والانستراكتور عمل له ريكومنديشن، فهو في جزء التكنيكال كويس. اهم حاجه يكون الاتيتيود بتاعه هو شخص بعد كده حابب خلي بالك برضو شغلانه الانستراكتور او انت تشتغل في الفيلد ده شغلانه صعبه جدا، وبتحتاج مجهود ووقت وتحضير كتير جدا جدا. فهل انت بقى اصلا من الاول خالص قادر على حاجه زي كده وحابب حاجه زي كده؟ وهل شغفك في الموضوع ده هيخليك تكمل حاجه زي كده ولا لا؟ اوكي طيب. بعد كده بتبقى مينتور، بيبقى مسؤولياتك قليله جدا جدا. مش بتعمل كونتنت ولا بتقول معلومه، انت يا دوب بس بتكفر او بتفولو اب مع الطلبه، وبيبقى ليك ريفرنس تقدر ترجع له في اي حاجه. تقعد فتره كبيره منتور. في الوقت دوت انت بقى بتكون اشتغلت في شركه تانية مثلا بارت تايم. احنا المنتور بيكون معانا بارت تايم، ما بيكونش فول تايم. فانت بتبقى معانا هنا منتور، وفي نفس الوقت بتكون مثلا شغال في شركه تانية، سواء بقى الشركه التانية دي فول تايم او بارت تايم. مع الوقت خلاص بنبقى شايفين ان انت بقيت كواليفايد انف ان انت تبقى انستراكتور. برضو في الفتره اللي انت بتبقى فيها منتور، انت بتبقى شفت بقى الكونتنت بشكل اكتر، شفت الاساينمنت، شفت الاكزامبلز، طلبه كتير بتسالك في حاجات كتير، فعرفت نوعيه الطلبه اللي احنا بنتعامل معاها. فتقدر تقول الفتره اللي انت بتبقى فيها منتور ده بيبقى تريننج مكثف ليك ان انت بعد كده تبقى انستراكتور. لما بتشتغل في شركه وبتقعد فتره كبيره شغال في شركه وشغال على سكيل كبير من المشاريع،
خلاص في الوقت دوت بيقولوا ان انت تبقى كواليفايد انف ان انت تشتغل انستراكتور، وبتجوين معانا طبعا كانستراكتور. طيب دلوقتي بعد ما الطالب بيخلص الكورس في روت، سيل الكورس مثلا 4 شهور 9 شهور على حسب المده، هل بنساعده في روت ان هو يلاقي شغل بعد كده، ولا هو خلص الكورس ومشي زي اي مكان تاني؟ بص برضه الحقيقه دي الحاجات اللي احنا عملناها بشكل مختلف من بدايتنا، ان احنا ما كانش هدفنا من الاول خالص ان احنا نبقى مكان بس بيدي كورس حتى لو بكونتنت كويس وبكواليتي كويسه ونقول خلاص للطالب يا عم سلام عليكم ملناش دعوه بيك بعد كده. فكنا بنحاول من اول يوم ان احنا نوصل الطالب ان هو يبقى شغال في شركه وستيبل في شركه بعد ما بيخلص الكورس اللي احنا بنديهوله يعني او بياخده عندنا. فبدانا نعمل شراكات، احنا دلوقتي اهو ما شاء الله عاملين شراكات مع شركات كتير جدا. الشراكات ديت بتبقى ان الطلبه بعد ما بتخلص بنبدا ناخد منهم السي فيز بتاعتهم ونعمل لها فلتريشن بشكل معين. والناحيه الثانيه الشركات اللي احنا عاملين معاها شراكات ديت بتطلب مننا ان احنا نعمل لهم ريكومنديشنز للطلبه دي، فبنبدا ناخد السي فيز بتاع الطلبه ديت ونبعتهم للشركات، والشركات بقى بتبدا تعمل البروسيس بتاع الهايرنج معاهم بقى وتشوف مين الاصلح ليهم وتوظفه في الشركه دي. غير كده احنا برضه هو بفضل الله بشكل سنوي بنعمل ملتقى توظيف بيكون في الجريك كامبس. الجوب فير دوت بنجيب فيه تقريبا شركات سوفت وير كبيره قوي موجوده في مصر. يعني اخر جوب فير كان من شهرين تقريبا، كان بالظبط تقريبا من شهرين، كان في مثلا وظف، كان في فويس، كان في هواوي. فهتلاقي تقريبا اغلب شركات السوفت وير اللي موجوده في الماركت بتاع مصر بتبقى حاضره جوب فير. بتبدا الطلبه بتاع روت تجوين او تيجي الجوب فير ده وتعمل في شركات بتعمل انترفيوز في نفس اليوم، وفي شركات بس بتستلم السي فيز بتاع الطلبه وتبدا بعد كده تكمل معاهم الهايرنج بروسيس. يعني في الانترو حضرتك قلت انك كو فاوندر لإليفيت، فممكن تقول لنا بريف عن إليفيت برضو لو انا عايز اقدم فيها، او محتاج اعمل ايه او اقدم فيها ازاي؟ بص هو اليفيت اصلا هي سوفت وير هاوس، اوكي، بس احنا فكرنا ان في جزء من الطلبه بتاع روت بعد ما بيخلص الكونتنت اللي احنا بنديهوله بيبقى محتاج يعمل سيميوليشن او يعمل محاكاه للواقع، ان هو يشتغل في شركه سوفت وير حقيقيه ويشوف البروسيس اللي بيتم بالظبط في السوفت وير اندستري، يعيش جواه من اول بقى البلاننج لحد الديبلويمنت في المشاريع بتاع السوفت وير. فقلنا خلاص احنا ممكن نجيب الطلبه اللي بتتخرج من روت يعملوا فتره معايشه كده في سوفت وير هاوس اللي هي اليفيت، علشان يشوفوا بقى من اول بقى جزء يعيشوا بقى مثلا الاجايل كله من اول لاخره، جزء التستنج وازاي بيتعاملوا مع تستنج، ازاي يتعاملوا مع برودكت اونرز مثلا وياخدوا منهم الريكويرمنتس، ازاي يتعاملوا في تيم اصلا ويطلب منهم تاسكات، بحيث ان هم يبقوا جربوا الشغل في السوفت وير هاوس عامل ازاي عشان يبقوا كواليفايد اكتر ومؤهلين اكتر ان هم يشتغلوا بعد كده. روت دلوقتي موجودة في مصر في 5 فروع، وموجودة في السعودية برضو. حضرتك شايف روت فين بعد 5 سنين؟ بص الحقيقه انا دايما عندي فيجن ان انا نفسي روت تبقى بتغير في الاقتصاد بتاع مصر كلها، بتغير في الدخل القومي بتاع مصر كلها. انا الحقيقه شايف ان احنا عندنا شباب في مصر بشويه مجهود زياده يقدروا يبقوا كواليفايد انف ان هم ينافسوا في الماركت بتاع السوفت وير في العالم كله، يا اما بقى يشتغلوا مثلا فريلانسنج، يا اما يشتغلوا في شركات ريموتلي، يا اما يسافروا يشتغلوا في شركات بره. وشايف ان احنا عندنا اوبورتيونيتي كويسه جدا في مصر في الحته دي، ولو اشتغلنا عليها بشكل اكتر هيبقى عندنا جزء كبير من الدخل القومي او خصوصا الدخل الاجنبي بيدخل لمصر عن طريق الاندستري بتاع السوفت وير دي. فحابب نبقى روت تبقى عمود مهم في المعادله دي، او يبقى لها دخل كبير في المعادله دي. ان شاء الله. اوريدي عمود مهم جدا يعني. طيب انا دلوقتي لو انا خلصت كورس مثلا واتخرجت واشتغلت شويه، هل سهل ان انا افتح مكان زي روت، ولا الموضوع صعب؟ اعتقد الناس كلها بتفكر ان الموضوع كله شرح بس، يعني وانس ان انا بعرف اشرح هفتح مكان ادي كورسات. هل ده حقيقي؟ وهل الموضوع سهل؟ ولو انا عايز اعمل كده فعلا اعمل ايه؟ بص هو انت لو عايز تعمل كده اول حاجه لازم تتاكد ان انت مؤهل ان انت تعمل كده. مؤهل دي يعني جزئين، جزء تكنيكال، انت بقى عندك تكنيكال باك جراوند وعندك تكنيكال اكسبيرينس كويسه جدا جدا خليتك تقول خلاص انا هبدا بقى اقف قدام الناس واشرح لهم واديهم معلومه. وجزء بيزنس، هل انت عندك باك جراوند كويسه جدا على البيزنس، بتعرف تعمل ماركت ريسيرش، عارف الكومبيتيتورز الموجودين بيعملوا ايه، بتعرف تعمل بيزنس بلان بشكل كويس، عارف ايه الفاليو اللي انت هتضيفها مش هتكون موجوده عند الكومبيتيتورز التانيين وهكذا. فلو لقيت ان انت عندك الجزئين دول طبعا جون. طيب ممكن ترشح لنا 3 كتب لو حد بيسمعنا وقراهم هيفرقوا معاه في البيزنس عموما؟ كتير، بس في كتاب فرق معايا كتير جدا في التعامل مع زمايلي والتعامل مع الناس بشكل عام، اسمه How to Win Friends and Influence People. ده كتاب انصح اي حد ان هو يقراه. في كتاب انت اديتهوني قبل كده وكان حلو جدا اسمه Good to Great. ايوه
في كتاب برضو اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه اسمه بلو اوشن استراتيجي، ده كتاب جامد جدا برضو. 3 جامدين جدا انت الصراحه. قول لي بقى، انت كتاب رشح لي كتاب. انا الصراحه اكتر كتاب فرق معايا في حياتي عموما اللي هو الكتاب بتاع 7 Habits of High Effective People. الكتاب ده جامد جدا وانصح اي حد ان هو يقراه بجد. هو فعلا من افضل الكتب، وحتى من افضل الكتب اللي ممكن حد يبدا يقرا بيها. لو حد مش بيقرا ممكن ده يبقى من اول الكتب اللي ممكن يقراها يعني. طيب الناس اللي بتبدا تتعلم في السوفت وير سواء هياخد كورس او في بدايه الكليه او كده، ايه اكتر المشاكل اللي بتشوفها بتقابل الطلاب دي وازاي يتفادوا المشاكل دي او يحلوها؟ بص، من اكتر المشاكل اللي بشوفها هي التشتت و... وعدم الاستمراريه او المثابره. التشتت ان الطلبه بتروح يعني على اي كلمه، في مثلا تسمع فيديو معين بيقول مجال الامبيدد ده مجال كويس، فبتروح تتعلم شويه امبيدد، وهي بتتعلم شويه امبيدد تسمع حد تاني بيقول لا ده مجال الويب كويس فبتعلم ويب. بعد كده تعمل جراديويشن بروجكت مثلا بتكنولوجي معينه مثلا في الموبيل زي الفلاتر، فتلاقي في الاخر هو الطالب عارف شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا. ده كويس ان انت تبقى عارف يعني باك جراوند عن كل حاجه، بس هو في الاخر مش عارف كل حاجه عن حاجه معينه. كان في استاذنا دكتور محمد الرملي في كليه حاسبات ومعلومات جامعه القاهره، كان على طول بيقول لنا ايه: اعرف عن كل حاجه ويعرف كل حاجه عن حاجه. هي دي الفكره. فانت اقرا شويه عن الموبيل، اقرا شويه عن الويب، اقرا شويه عن التستنج، اقرا شويه عن الاي اي وهكذا، وخد باك جراوند كويس عن كل حاجه من دول، بس ركز جدا بقى في مجال منهم وما تتشتتش خلاص. يعني خليك هو ده المجال بتاعك، وركز قوي بقى ازاي هبقى شاطر جدا في المجال ده، وما تشتتش نفسك بقى باي حاجه تاني خالص. طيب بمناسبه التشتت، انا دلوقتي داخل اتعلم في الكليه او هبدا الكارير، قدامي تراكس كتير وتكنولوجيز كتير وفريم وركس، يعني اتعلم موبايل ولا اتعلم ويب ولا اتعلم اي اي ولا تيستنج. فهو فعلا الموضوع في البدايه بيكون صعب، فالناس تختار بيزد على ايه؟ بص، خلينا الاول نتفق على حاجه، ان انت اي كارير من دول انت هتتعلمه وهتتقنه بشكل كويس هتلاقي فيه فرص كويسه جدا فيه. فالشاطر هو اللي بيركز ازاي يتفوق او يتميز اكتر في المجال ده، اكتر ما بيركز ويضيع وقت في ان هو يقارن ما بين المجالات دي. يعني في ناس ممكن تقعد سنه كامله بتعمل مقارنه، هتعلم ده ولا اتعلم ده، وشوف طب ما انت السنه دي لو كنت اصلا ركزت فيها في مجال معين منهم كان زمانك بقيت شغال، حتى يا عم لو المجال ده هو اقل مجال فيه فرص في المجالات التانية. فخليك مركز في ده اكتر، مش ان انا ازاي هختار انسب مجال، على قد ما انا ازاي هبقى شاطر ومؤهل كفايه ان انا اشتغل في المجال اللي انا اخترته. اوكي، دي حاجه. بالنسبه للمجالات اللي انت قلتها كلها مجالات كويسه، اي مجال منهم عايز تبدا فيها ابدا فيه، بس اهم حاجه زي ما قلت لك خليك شاطر ومركز كفايه ازاي هتبقى متميز جدا في المجال اللي انت تبدا فيه ده. كويس جدا. طيب انا دلوقتي اخترت مجال فول ستاك وقررت خلاص ده المجال اللي انا عايز اتعلمه. اوكي، فرحت لقيت فيه فرونت اند، عندك بقى تكنولوجيز كتير مثلا في الفرونت وفي الباك مثلا. فرونت في كذا فريم ورك، أوكي. الباك اند في كذا تراك، اختار ازاي برضه؟ طيب بص، ده ليه قصه مختلفه شويه. احنا ممكن نشتغل باي تول في الفرونت مع اي تول في الباك. يعني انت مثلا ممكن تشتغل فيو مع دوت نت، ممكن تشتغل رياكت مع بي اتش بي، لكن لحد النهارده الشركات بتبقى بتبريفير او بتفضل ستاكس او رصات مع بعض. يعني هتلاقي مثلا لحد النهارده اغلب الشركات اللي بتشتغل باك اند دوت نت بتشتغل معاها شويه انجلر، رغم ان في شركات كتير مؤخرا بقت بتشتغل دوت نت مع رياكت، لان رياكت دلوقتي او بقى لها فتره يعني بنكتب رياكت او بنكتب تايب سكريبت في رياكت عادي. فانت في الاخر حاول على قد ما تقدر تشوف الشركات بتبقى ايه الستاكس اللي هي بتفضلها مع بعض، لو انت هتعلم فول ستاك او هتكمل فول ستاك، وتعلم ده مع ده. يعني مثلا احنا دلوقتي بنقول ان في شركات شغاله باك اند دوت نت بتشتغل اكتر مع فرونت اند انجلر، فخلاص خليك انجلر مع دوت نت. طيب بس ما حدش يجي يقول لي طب ما انا كده ممكن انا عايز اتعلم رياكت ودوت نت، عادي اتعلم برضو رياكت ودوت نت، ما في شركات تانية برضو شغاله رياكت ودوت نت. بس انا بفضل في الموضوع ده ان انت ايه، تشوف الماركت شغال ايه مع ايه اكتر وتروح للستاك ده. اوكي، وبرضه هرجع تاني، لو انت اتعلمت انجلر او رياكت او فيو، او اتعلمت مثلا في الباك اند دوت نت او جانجو مثلا او لارفل او نود او اي حاجه من الحاجات دي وبقيت شاطر فيها، فكده كده هتلاقي شغل وكده كده هتلاقي فرص كويسه. طيب لو حد بيسمعنا ومش عارف ايه الانجلر والرياكت وفيو، فممكن تفرق لنا ما بينهم بسرعه كده؟ الانجلر رياكت والفيو هم الثلاثه تولز موجوده في المجال بتاع الفرونت اند ديفلوبمنت علشان يساعدونا ان احنا نبني حاجه اسمها سنجل بيج ابلكيشن. سنجل بيج ابلكيشن ان انا ببني ابلكيشن في الفرونت اند بنحاول نقلل فيه عدد الريلودز، او البيج مش بتعمل لها ريلود او اعاده تكوين من اول وجديد زي التراديشنال ويب او زي الفرونت اند التقليدي اللي احنا متعودين عليه. بس فاحنا ممكن نبني عادي سنجل بيج ابلكيشن من غير استخدام انجلر او رياكت او فيو، بس الثلاثه دول تولز جاهزه بيساعدونا في القصه دي. طبعا بقى بيعملوا حاجات تانية كتير قوي
غير كده، بس هم مينلي معمولين علشان الغرض ده. لو انا حد لسه متخرج وعايز اشتغل في شركه، هل الاحسن ان انا اشتغل في شركه ستارت اب لسه بتبدا، التيم صغير ولسه بنبني الشركه او نبني الابلكيشن او الويب سايت، ولا اروح اشتغل في شركه كوربريت ستيبل اكتر؟ بص، انا رايي في الموضوع ده ان اي شغل بشكل عام في اي شركه بيعتمد على 3 عوامل اساسيه. العامل الاولاني، هل انا كل يوم بتعلم حاجه جديده في الشركه دي ولا لا؟ الحاجه الثانيه، الانفايرمنت بتاع الشركه او المكان اللي انا شغال فيه دوت عامل ازاي، هل هو انفايرمنت مناسب ولطيف ان انا اشتغل فيه من غير ضغوطات وهكذا. الحاجه الثالثه هو السالري، هل السالري اللي انا هاخده دوت ساتيسفايد بالنسبه لي ولا لا. طيب لو انت حد لسه متخرج، ايه احسن عامل في الثلاثه دول؟ قول لي كده. الفلوس. لا طبعا مش الفلوس. لو انت حد لسه متخرج، اهم عامل بالنسبه لك في الاول هو ان انت تكون كل يوم بتتعلم حاجه جديده. هقول لك ليه. انت مثلا ممكن تبدا في شركه انت مش بتتعلم فيها وما فيهاش سينيورز كويسين يعلموك، وهتقبض فيها اكس على سبيل المثال، اوكي، والاكس ده بالنسبه لك حلو ومبسوط وانت جميل وكل حاجه. طيب، وممكن حد تاني يكون مثلا زميلك وبدأ معاك يشتغل في شركه تانية بيقبض نص اكس، بيقبض نص اللي انت بتقبضه، بس الحد ده بيتعلم كتير جدا جدا تكنيكال في الشركه دي. عايز اقول لك ان بعد 6 شهور بالظبط الشخص التاني ده وارد جدا يجي له فرصه في شركه تانية ب4 اكس. يبقى حتى لو انت بتفكر في الماديات، هتلاقي ان انت في الاول النولج والاكسبيرينس اللي انت بتاخدها هي دي اللي هتجيب لك الماديات بعد كده. ففي الاول دايما شوف انت هتتعلم فين اكتر. فاجابه على سؤالك بقى، اشتغل هنا او ابدا هنا ولا ابدا هنا، شوف مين هيعلمك اكتر، واللي يعلمك اكتر دوت هو اللي يبدا فيه. بس كده. دلوقتي لو احنا في جروب بيبدا في الفرونت اند، الجروب ده بدا 30 واحد، بعد 4 شهور ال 30 دول ممكن يفضل 20 لحد الاخر. ال 20 دول ممكن يتقسموا تراكس او فريم وركس، وفي الاخر كلهم مش نفس المستوى. ايه اللي بيفرق الطلاب دي عن بعض، او الناس دي ممكن نديهم نصيحه تفرق معاهم ازاي لو هو لسه بيبدا الكورس؟ بص، في مقوله دايما، او في مقوله الامام الشافعي كان بيقولها، بيقول ايه: العلم 3 اشبار، من أدرك الأول تكبر، ومن أدرك الثاني تقريبا تواضع، ومن أدرك الثالث علم أنه لا يعلم. ففي ناس بتبقى جاية عندها باك جراوند عن حاجة معينة، فاكرة إن هي كده جابت آخر المجال، ولما بنبدأ معاهم بيعرفوا يا نهار أبيض ده في حاجة كتير جدا جدا إحنا لسه مش عارفينها، فللأسف ده بيصيبهم بإحباط، والموضوع بيقلب معاهم بشكل عكسي، مع ان هو ده المراحل الطبيعيه للعلم. انا في الاول عارف شويه حاجات معينه، فاكر ان انا عارف كل حاجه، بعد كده هبدا اعرف اكتر، لا ده انا في حاجات تانية لسه مش عارفها، وهكذا. فالمفروض هو لما يبقى عنده الاحساس دوت يبقى فاهم ان هو شغال صح. ففي ناس كتير جدا بيصيبها احباط بسبب ده، بسبب ايه ده الطريق طويل، ده في معلومات كتيره، ده انا ما كنتش متخيل كده، ده انا قاري بوست مثلا على الفيسبوك ان انا اروح اتعلم المجال بتاع مش عارف ايه، بعد 3 شهور اشتغل، وبعد كده اتضح لا ده في كميه تفاصيل، والموضوع محتاج منك مجهود ووقت كبير، والباك جراوند اللي عندك دي ليست الا بدايه بسيطه جدا انت لسه هتبني بيها كل اللي جاي. فحاول تبقى فاهم ده كويس جدا، وحاول تبقى فاهم ان يعني مفيش حد عارف كل حاجه، بل بالعكس ان انت كل ما بتزداد علما كل ما بتحس ان انت لسه ناقصك اكتر ولسه بدري عليك اكتر. دي الحاجه الثانيه المثابره والاستمراريه، وانا شايف ان دي هي مفتاح نجاح اي حاجه في الدنيا. كنت قريت قصه قبل كده ان في شخص معين، الشخص ده اخد 50 شخص مختلفين على مستوى العالم، مختلفين بقى ثقافيا وماديا ودينيا واجتماعيا وكل حاجه، وعمل لكل واحد منهم تحليل شخصيه. يعني مثلا اخد واحد عنده 60 سنه من كندا، واحد تاني عنده 15 سنه من اندونيسيا، واحد تالت عنده 35 سنه من السعوديه، واحد منهم متجوز، واحد منهم مطلق او مطلق، واحد منهم مثلا غني، واحد منهم فقير، وهكذا. وعمل لل50 شخص دول تحليل شخصيه، بدا يشوف ايه الصفات اللي موجوده عند كل واحد منهم، وبعد كده ساب كل واحد منهم في مكانه وفي دولته وفي حياته لمده 5 سنين، وبعد ال5 سنين رجع جمعهم تاني، وبدا يشوف مين فيهم نجح في المجال بتاعه ومين فيهم لا، ولقى ان الصفه المشتركه الوحيده في كل الناس اللي نجحوا من ال50 دول هي الاستمراريه والمثابره. فاي شخص في الدنيا، وحتى بواقع شغلنا فروت، انا ما شفتش حد بيستمر وبيكمل وبيقع وبيقوم مهما كانت قدراته او امكانياته او ظروفه، الا لما في الاخر بيوصل اللي هو عايزه. فانت خلاص ابتديت الطريق، كمل. طب انا بقدم وما بتقبلش، كمل. طب انا عندي مشكله في السي في، سيرش وتعلم وكمل. طب انا لسه عندي حاجات ناقصه، اتعلمها وكمل. طول ما انت مكمل هتعرف توصل في الاخر اللي انت محتاجه. بس لو انا حد لسه مش بتعلم اي حاجه، لسه في سنه اولى في الكليه او ما بداتش، او حد بره المجال خالص مش في كمبيوتر ساينس وعاوز يتعلم من البرمجه،
ممكن تقول لنا قناه او حاجه على اليوتيوب فور فري نبدا نتعلم منها؟ بص الحقيقه الفتره اللي فاتت المحتوى العربي بقى محتوى دسم جدا، وبقى فيه فرايتي وفيه اختلافات كويسه جدا جدا، ودي حاجه يعني عظيمه. قبل كده ما كانش موجود ده. ففي اساتذه كتير جدا موجودين على اليوتيوب في جزء الفاندمنتالز او الاساسيات لو حد عايز يبدا. فانا مش عايز يعني اقول حد بعينه، بس برضه لو حد عايز يعرف يروح لمين مثلا، في مثلا باشمهندس محمد الدسوقي، يعني ده استاذ كبير جدا موجود على اليوتيوب، فممكن نروح له. في اساتذه كتير جدا كويسين جدا، بس عشان ايه ما نشتتش الناس يعني. تمام جدا. طيب لو عايزين حد اتعلم الفرونت اند مثلا. اتعلم منه فرونت اند. بالظبط. اوكي. ممكن نسمع لمين على اليوتيوب؟ ما هو برضه الفرونت اند فيه تكنولوجيز مختلفه، بس يعني هو طبعا باشمهندس اسامه الزيرو من افضل الاساتذه اللي موجودين على اليوتيوب. وفي شانل موجود على اليوتيوب اسمها KMR سكريبت بتاع باشمهندس اسمه مصطفى حجاب. ده الحقيقه من افضل الناس من وجهه نظري اللي بيشرحوا جافا سكريبت، وهو كمان بيشرح انجلر على اليوتيوب. وفي برضه غيرهم كتير قوي زي ما اتفقنا يعني. احنا كده خلصنا حلقه النهارده. حابين نشكرك جدا يا باشمهندس على وجودك معانا، واتمنى تكون الناس استفادت، فشكرا لحضرتك جدا. شكرا ليك يا مصطفى، واتمنى فعلا يعني نكون قدرنا نفيد الناس حتى لو بجزء بسيط يعني. ان شاء الله. سيدي. شكرا ليكم لو انتوا لسه بتسمعونا لحد دلوقتي، واستنونا ان شاء الله الفتره الجايه في حلقات كتيره مع ضيوف كتيره. ممكن تقول لنا في الكومنت حابين تشوفوا مين معانا الفتره الجايه. شكرا ليكم.